صباح الخير يا شباب، أسعد الله جميع أوقاتكم. طبعا هذا صاحب السيارة في اليمن هرولت السيارة عليه وراحت لأسفل الوادي. فقام الرجال راح جاب الونش على أساس يطلعوا السيارة. فطلع السيارة يا معلم إلين الخط، يعني زبطت أمور السيارة تمام. اختلفوا على السعر، اختلفوا على الحساب ومكاوشة ويمين ويسار. ما اتفقوش، رجع صاحب الونش رجع السيارة لأسفل الوادي. يا أخي ما أحسن المعادلة. ما رضوش يحاسبوا الرجال، رجع السيارة لأسفل الوادي. كلام سليم جدا. بدل ما يصايحوا أو يضربوا أو يروح للشرطة ولا شيء، لا، رجع السيارة لما كانت وقال له خلاص خاطرك. فهذا من المشاهد المضحكة والمبكية طبعا. صاحب السيارة ليش ما شارطه من البداية؟ كان المفروض يشارط صاحب الرفاعة الونش، وعادوا ما قد تحركش من مكانه. بيتشارط هو عندي سيارة محل كذا كذا سقطت، كان بتطلعه، لكن طلع على الخط ورجع بعدين يلعب على صاحب الونش. قام صاحب الونش رجع السيارة من الخط. شوف الآن وصلت الزفلت يا معلم. الآن وصلت الزفلت وبيرجع والد والده لأسفل الوادي. ولا كان بيتفق هو تطلع 1000 5000 تنزل 5000 بسيط، ما عاد شيء. أهم شيء إنه نفعه. لكن لا، ما اتفقوش، رجع السيارة إلى أسفل الوادي وقال له خلاص خاطرك. فهذه هي من المعادلات أي واحد شديد، يعني شديد، شخص شديد وصعب، صعب إنك تتفهمه. الآن رجع السيارة للخط، والآن بيبدأوا الحساب. قال له الحساب لا ما تخارجش، قال له إلا تخارج، قال لا ما بعطيكش، وأخذ السيارة. والآن يا شباب بدأ يرجع السيارة. شوف كيف هذا لما يكون الرجال قاسي، يكون الرجل قاسي يعني ما يلين. ولا تطلع 5000 تنزل 5000، ما عاد شي فلوس اليمن. كان بيشاور، ولا كان بيشارط هو من البداية، يقول له يا أخي أنا تخارجني كذا بتجي، ما بتجيش، لا الله معك. لكن لو ما يرفع السيارة ويرجع بعدين يتكاوش وهم على الحساب، هذا أمور صعبة جدا. ولكن شوف، عندما يكون العقل السليم في الجسم السليم، صاحب الونش عقله سليم جدا، يقول لك أنا بدل ما تشاكر أنا أو نتضارب أو نروح الشرطة أو كذا، ما ينفعش نرجع السيارة لإما هاي. بس كيف يكون شعور صاحب السيارة الآن عندما الضغط بيطلع 1000 الآن لما يشوف صاحب الونش بيرجع السيارة إلى نصف الوادي؟ يعني يقول أنا خلاص، كيف أعمل أنا، كيف أسوي؟ والحين صاحب الونش بيطرح السيارة، بيرجع السيارة لأسفل الوادي وبيشغل الونش حقه ويمشي. وصاحب السيارة بيروح يشوف له ونش ثاني ونفس الخسارة ونفس، شوف لأين رجعه وشوف كم المسافة. شوف كم المسافة يا معلم. لكن لما يكون الإنسان قاسي أو شيء صعب جدا. خاطركم.